بغيتي تحقق النجاح في هذه الحياه خاصك تتعلم المهارات الاساسيه اللي غادي تعاونك انك تواجه التحديات اليوميه. مثلا اول مهاره هي التحكم في العاطفه ديالك. بزاف ديال الناس كياخذوا قرارات بالاعتماد على العاطفه وكيبقاو بعادين بزاف على المنطق، وهذا الشيء كيخليهم انهم يضيعوا فرص مهمه. باش نتجاوزوا هذا المشكل خاصنا نميزوا ما بين العاطفه والمنطق. كل مره غادي تبغي تاخذ شي قرار غادي تسول راسك واش هذا الشيء غادي ينفعني على المدى البعيد، وما تخليش العاطفه تتحكم في حياتك. ثاني مهاره هي تنظيم الوقت. كل نهار عندنا 24 ساعه، وهذا الوقت هو راس المال ديالك. اللي كيعرف ينظم ويخطط للنهار ديالو قبل ما ينعس كيزيد الانتاجيه وبالتالي كيقرب الاهداف ديالو بالزربه. مثلا الا خططتي في كل صباح شنو غادي دير في النهار ديالك غادي توفر بزاف ديال الوقت اللي كنتي كتضيع قبل، وكتولي قادر انك دير اكثر من اللي كتخيل. ثالث مهاره والاهم الصبر والانضباط. النجاح ما كيجيش فجاه، وخاصك تحمل مراحل التعلم والصعوبات ديالها بلا ما تفقد الثقه. مثلا فاش كتعلم مهاره جديده ماشي كلشي غادي يكون سهل في الاول، ولكن الصبر والانضباط هما اللي غادي يعطيوك القوه باش تقدر تستمر حتى توصل. واخر مهاره واللي اساسيه هي التعلم المستمر. كل مره كتزيد تعلم مهاره جديده الفرص ديالك كتكبر وتقدر تواجه تحديات اكبر. مثلا انا تعلمت المونتاج والتصميم والتسويق الرقمي، وهذه المهارات عطاتني القدره انني نصنع محتوى قيم في الفيسبوك والانستغرام، وفتحت لي بزاف ديال الفرص اللي ما كنتش متوقعها.